انطلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر ومعهما دليل يقال له عبد الله ابن أريقط، وكان خريتا حذقا عالما بالطرق. ما هو العجيب أيها الإخوة؟ العجيب أن هذا الرجل مشرك، ومع ذلك حفظ الأمانة ولم يخبر عنهما. اتفقا معه فحفظ الأمانة وجاء في الموعد، ثم مضى بهما، لم يخدعهما ولم يضللهما، وسار بهما على أمانته ولم يكن على دينهما. انظروا أيها الإخوة كيف كانت العرب تحفظ الأمانة والأمانة، وكانوا يصدقون في الحديث. ولا يخفاكم حديث أبي سفيان رضي الله عنه لما كان قبل أن يسلم عند ملك الروم قال: فكرهت أن يمسك علي كذبة أو كذبة، فقلت له في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ولم يكذب عليه. ونحن وحسبنا الله ونعم الوكيل، يكذب الوالد على ولده، والولد على والده، والأخ على أخيه، والزوج على زوجته، والزوجة على زوجها، وأصبح الكذب هو الأصل. ثم بعد ذلك عظموه وزينوه وجملوه في وسائل الإعلام وفي غيرها، ثم جعلوه قانونا وأصلا بين الناس، حتى صار الرجل لا يدري من الكاذب من الصادق. وقد جاء في الحديث: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وما تضيعها؟ قال: أن يوسد الأمر إلى غير أهله أو يسند، وهذا من الكذب.